بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى مع بعض النهارده كيك يومي بنكهة البرتقال. معايا هنا كوباية كبيرة من السكر، معايا كوباية الا ربع زيت، كوباية كبيرة من اللبن، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معايا هنا كيس فانيليا برتقال، معايا كيس كيك شيف، ممكن تستخدمي اي نوع بيكنج باودر كويس. لو مش عايزة نكهة البرتقال ممكن تستخدمي فانيليا سايلة او فانيليا باودر عادية. يلا بينا على الطريقة. ومعايا كوبايتين كبار من الدقيق. الكوبايه اللي نعاير بيها هي تبقى نفس الكوبايه لكل المقادير. الكيك ده هنعمله في الخلاط، ممكن نعمله يدوي بس انا هعمله في الخلاط. اول حاجه اول حاجه في الخلاط هنزل بالثلاث بيضات. تاني حاجه هنزل بالفانيليا. هنزل بقى عندي كوبايه الا ربع من الزيت ومعاها مكعب زبده او معلقه سمنه يكون طعمها حلو، هتفرق جدا معاكم في الطعم. لو مش متوفر تقدروا تستغنوا عنها تمام. وهنزل بقى بيهم في الخلاط. هنزل بقى بالكوبايه كبيره سكر. هبدأ انزل بقى بالحليب. الحليب بتاعي دافي، مش سخن مغلي ومش بارد، دافي. الكمية بقى تضاعفت معايا والخليط بتاعي بقى فاتح زي ما انتوا شايفين ومليان بابلز. هبدأ بقى انزل بالخليط بتاعي في بولة. هبدأ بقى انزل بالدقيق والبيكنج باودر او الكيك شيف زي ما انا مستخدمة، هنزل بيهم على الخليط السائل وابدأ بقى اقلب في اتجاه واحد. ادي الخليط بتاعي بقى، بخلط زي ما قلت لكم بالراحه وفي اتجاه واحد. ده بقى القوام النهائي للكيك، ده القوام المظبوط، ولا اتقل من كده ولا اخف من كده. الصينيه بتاعتي بقى هدهنها ماده دهنيه، يا اما زيت وابطنها بالدقيق يا اما زبده ومش هبطنها بحاجه. وهبدا بقى انزل بالخليط بقى بالشكل ده. صبيت بقى الكيكه بتاعتي، هخبطها خبطتين بقى عشان تخرج كل البابلز الزياده. هدخلها على فرن ساخن مسبقا، رف اوسط. بتاخد من 25 دقيقه ل 35 دقيقه، ما تفتحوش عليها قبل 25 دقيقه عشان ما تهبطش. الكيكه بتاعتي بقى طلعت من الفرن، خدت معايا 35 دقيقه بالظبط. ما شاء الله، مرتفعه وجميله. ازاي بقى نعرف انها استوت؟ بنجيب اي سكينه كده تمام، او ستيك او خله او اي حاجه، ونقوم حاطينها في النص. السكينه طلعت نضيفه كده يبقى هي كده مستويه. طب لو طلعت فيها عجينه، هدوا النار شويه ويسيبوها 10 دقايق. بصوا بقى ما شاء الله، عرفت قطعه تانية. بصوا المسام بتاعتها قد ايه ضيقه وقد ايه هشه. بصوا لو ضغطت عليها كده بترد تاني، اسفنجيه وفلافي. واخده لون من فوق ومن تحت، مش مولعين شوايه ولا اي حاجه. ادي الكيك، لما خدنا منه. جربوها بقى بألف هنا. هنقطعها مع بعض دلوقتي برضو. نقطع بقى. بصوا الجمال، لو هي لسه مفرفره يعني تحفه. سيبوها بقى انتوا تبرد، وحابين كمان انتوا تحطوا عليها صوص بنكهة البرتقال، او حابين تحطوا عليها كريم شانتيه او اي صوص بتحبوه، تحفة. او تشربوها مع الشاي. كيك يومي لذيذ وهش. جربوها وان شاء الله لو الكيكة بتفشل معاكي اوعدك لو جربتي الطريقة دي عمرها ما تفشل معاكي. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة وبلايك وبشير.